السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بسكوت النشادر. معانا هنا كيلو دقيق، ومعانا 5 بيض، ومعايا ذرة ملح، ومعايا بيكنج باودر وفانيليا، ومعايا معلقتين كبار نشا، ومعايا معلقة كبيرة نشادر، ومعايا كوباية ونص سكر وكوباية ونص سمنة. هنجيب كده الدقيق ونضيف عليه كل المواد الجافة. ضفنا هنا معلقتين النشا، وضفنا كمان ذرة الملح، وهنضيف نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. ضفنا كل المواد الجافة على بعضها وهنقلبها كده مع بعض. خلاص كده بعد ما قلبنا كل المواد الجافة مع بعضها، هنعاير مع بعض السمنة. انا طبعا معايراهم بس علشان ممكن تكون بنوتة كده لسه بتبتدي فتشوف كل حاجة قدامها. السمنة مطلعاها من بدري من التلاجة، يعني ما تكونش جامدة وما تكونش سايحة، زي ما انت شايفة كده طرية ومرملة. اذا كان عندك البيض والسمنة في التلاجة طلعيهم من قبلها بكام ساعة ياخدوا درجة حرارة المكان. خلاص كده ضفنا كوباية ونص السمنة على بعض. هضيف عليهم كوباية ونص سكر، كوباية ونص سكر من الكيس اللي هو الناعم، مش خشن قوي ومش بودر، لكن لو عندك سكر بودر هيكون احسن. خلاص كده بعد ما ضفنا كوباية ونص سمنة على كوباية ونص سكر هنبدأ نضربهم بالمضرب. هنفضل نضرب في السمنة والسكر كده مع بعضهم لغاية ما يدوني قوام كريمي ولون السمنة يبيض. خلاص كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. هنبدأ نضيف البيض حبة بحبة، يعني تضيفي بيضة كده وتضربي. لما تغيب خالص معاكي وتحسي انها اندمجت مع السمنة والسكر ضيفي التانية لغاية ما تخلصي ال5 بيضات. طبعا البيض ده متضاف عليه الفانيليا. واحنا كده بنضيف البيض نصلي على النبي ونذكر الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دمجنا كل البيض مع السمنة والسكر. معايا هنا ربع كوباية لبن، هقول لكم عليها هعمل بيها ايه في الاخر. هنضيف هنا الدقيق، وطبعا كلنا مش بنضيف الدقيق مرة واحدة لاننا عارفين ان الدقيق مش كله نوع واحد، في بيشرب سوائل كتير وفي لا. هنديلهم تقليبة كده بالمعلقة وبعدين هضربهم ضربتين بالمضرب وبعدين هكمل بايدي. حاولي تقلبيهم كويس بالمعلقة عشان ما يطرش معاكي الدقيق زي ما طار معايا كده على البولة. خلاص كده رفعنا المضرب وهبدأ ألم العجينة بإيدي. زي ما انت شايفة بقلب بس، يعني بجيب اللي من تحت فوق بس علشان أغيب الدقيق. أنا حاسة إن العجينة طرية فهضيف لها باقي الكيلو. طبعا المكونات دي والطريقة دي للبسكوت بتاع المكنة اللي كانوا أمهاتنا بيعملوه زمان، اللي كنا كلنا كده نتلم حوالين الطبلية وكلنا كل واحد عايز يعمل حاجة. ازاي تعرفي ان العجينة بقت كويسة معاكي؟ لما تبدأ ايدك تنضف زي ما انت شايفة كده والبولة اللي انت بتعجني فيها تنضف، تلاقي العجينة كده بتلم كلها مع بعضها. خلاص كده العجينة بقت مظبوطة معايا، بس العجينة دي والمقادير دي لبسكوت المكنة. لو انت هتعملي في المكنة يلا بقى هات الطبلية ولم اولادك وفرحيهم وحسسيهم بالعيد.
لكن انا هعمل في الكيس. هاخد كده قطعة وهوريكم الفرق بين عجينة الكيس وعجينة المكنة. زي ما انتوا شايفين ضغطت عليها نازلة كده منعكشة ومش متساوية خالص. علشان كده هضيف لها ربع كوباية اللبن اللي قلت لكم هنشوف هنعمل بها ايه في الاخر. عجينة الكيس بتكون طرية شوية عن عجينة المكنة، لان المكنة جواها عمود، لما بتشغلي المكنة كده العمود ده بيدعك العجينة فبيطري العجينة معاك. علشان كده بنخلي عجينة المكنة يابسة شوية. لكن زي ما انت شايفة الكيس بتحطي فيه العجينة وتضغطي عليه والعجينة بتنزل على طول. بعد ما ضفنا ربع كوباية اللبن على العجينة زي ما انت شايفة نازلة متساوية وشكلها عجبني. هتبدأي كده تقطعي قطع صغيرة على حجم البسكوتة اللي انت عايزاها وتلفيها زي ما انت عايزة كده. لو انت بعد ما تشوفي الفيديو هتلاقي البسكوتة تخينة ومش عاجبك الحجم ده، ممكن تمطيها وانت بتبرميها كده زي ما انت شايفاني ببرمها. طبعا الصينية دي دهنتها دهنة خفيفة بالزيت. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. اللي انا بقطع بيها دي الجمع بتاع البلح الشام. لكن جمع المكنة اللي عندهم مكنة عارفين ان جمع المكنة بيكون حجمه اصغر من كده وبيطلع البسكوتة ارفع من كده. بعد ما تدخل الفرن بتتنفخ معاكي وتديكي الحجم اللي انت عايزاه. لكن دي ممكن تتنفخ شوية زيادة علشان الجمع حجمه اكبر. لكن برضو ما عندناش مكنة بس هنعمل بسكوت. في انواع كتيرة ومقادير كتيرة للبسكوت، بس ده بسكوت زمان اللي كانوا امهاتنا بيعملوه. بعد ما قطعنا البسكوت دخلناه الفرن على درجة حرارة متوسطة وتحطيه على الرف الوسطاني. بعد ما تدخلي الصينية الفرن استنى عليها 10 دقايق وبعدين افتحي الفرن وبص عليها. ممكن تلاقيها مستوية من ناحية ومن ناحية لأ، فدوري الصينية جوه الفرن علشان تستوي كلها زي بعضها. زي ما انت شايفة الصينية كلها واخدة سوا واحد وكله طالع لون ذهبي. ما تفتحيش الشواية على البسكوت علشان البسكوتة دي محملة شوية وانا عايزاها تستوي من بره ومن جوه. لكن لو فتحت عليها الشواية هتديها لون احمر بسرعة وهيكون لسه قلبها ني. اللي وصل معايا لغاية هنا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك، اعملوا لي لايكات كتير وشجعوني. نقول كده كم نصيحة مع بعض عن البسكوت. لو العجينة بعد ما خلصتيها وبتقطعيها في المكنة او في الكيس ولقيتيها منعكشة ومخرفشة كده تبقى العجينة يابسة، ضيفي لها ربع كوباية لبن او معلقة سمنة. لو دخلت البسكوت الفرن ولقيتيه فرش معاكي يبقى العجينة عايزة معلقة دقيق. كمان لازم تكوني مسخنة الفرن قبلها ب10 دقايق قبل ما تدخلي الصاج. وبعد ما تدخلي الصاج تبص عليه بعدها ب10 دقايق. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.